الإخوان، السلام عليكم. القضية ديال اليوم غترجع بينا سنة 2021، والأحداث ديالها غدور في مدينة الدار البيضاء. غتبدا من عند واحد العائلة اللي كانت كتكون من 4 ديال الأشخاص، فيهم الأب والأم وعندهم 2 وليدات. الولد الكبير سميتو حميد، أما البنت الصغيرة سميتها عزيزة، اللي كانت مزادة في 1987، وهي اللي غدور عليها الأحداث ديال هاد القصة كاملة. هاد العائله هادي كانت كتربي ولادها بما يرضي الله، وكانوا عائله متماسكه، يعني الاخلاق ديالهم مزيانه بالشهاده ديال الجيران. وهنا الاولاد كانوا كيكافئوا الاباء ديالهم من خلال التفوق ديالهم في الدراسه، يعني ديما كانوا كيجيبوا نقاط زويونين، خصوصا عزيزه ديما هي متفوقه على باقي الدراري اللي تيقراو معاها. وما كانش عندهم مشاكل لا مع ناس لا مع جيران، ما عندهمش قوه الصحاب، من المدرسه للدار من الدار للمدرسه، يعني عائله عايشه عاديه، ما عندهم حتى شي مشاكل. حتى غادي توصل هاد البنت عزيزة للعمر ديال 14 سنة. هنا فين غادي تولي كتعرض لبعض المضايقات من عند واحد الولد ساكن حتى هما معاهم في الحومه، اللي كانت سميتو عادل. في العمر ديالو انذاك 24 سنه، يعني كاين واحد الفرق ديال 10 سنين بينه وبين عزيزه. هنا منين شاف عزيزه كبرات ونضجات فما بغاش يحيدها من بالو، بدات كتعرض لمضايقات من عنده، كيتبعها، هي غادا للمدرسه في الصباح، هي راجعه في العشيه، يعني ما بغاش يخليها ترونكيل. هنا عزيزه ما كانتش مسوقه ليه، لانها كانت باغا تبني واحد الطموح ديالها، وغادا يعني في راسما المسار ديالها، باغا غير تقرا توصل لداكشي اللي بغات، ترضي يعني الجميل لوالديها. هادشي اللي كانت باغا، هو هنا ما بغاش يخليها ترونكيل. هاد الولد عادل كان معروف في الحومه يعني بعدم الانضباط ديالو، واحد الشاب غير خلوق، ديما في المشاكل، ديما في الصداع، ديما مدابز مع والديه، لدرجه ان والديه ديما مجريين عليه من الدار. علاش؟ حيت كيشفر، كيدير البليه، منوض صداع مع الناس، مع عائلته، حتى عائلته متفرقه بسببه هو. يعني شي ما تيهضر مع شي، ديما داير المشاكل، صداع مع العائلات، يشفر عمو، يشفر يعني خوالو، يشفر، ما خلى حتى شي واحد قالو هو هذاك. هنايا هاد عزيزه ما بغاش تحيد ليه من بالو، صافي بغى انه يكون معها وربي كبير، ما بغاش يخليها ترونكيل. وكما قلنا هنايا عزيزه النوبه الاولى كانت رافضه، ولكن بقوه الالحاح ديما 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 ديما، فحتى هو ما تسلمش، بقى غادي في الهدف ديالو. حتى لواحد النهار شدها هضر معاها، قال لها شوفي انا راه ما بغيت صداع، ما بغيت مشاكل، حكا ما حكا، راني بغيت نتزوج بك، راكي يعني كتباني لي انسانه هادي وكذا. ومن لهنا بدا كيدخلها وهضره في الهضره. هنايا كما قلنا الانسان فاش يكون يعني واحد الحاجه كتحك عليه اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، وما تيكونش عارف يعني كما كنقولوا باقي صغير، مراهقه، طيش، ما تيكونش عارف يعني شنو غادي، هذه خايبه ليه ولا هذه زوينه، فكاين غامس هو في هذه الامور. هنا عزيزه بحكم التربيه ديالها انها من الدار، من دار المدرسه، يعني كتعرف القرايه، غتخدم، غتزوج، غدير وليدات، فمسكينه تاقت بالزربه، صافي طوعاتو، داتو في هضرتو على اساس انه عيشه واحد الوهم، لا راه غنتبدل، غنولي مزيان، غنولي هادي. فهي هنا تاقت به، قالت عطيه فرصه، يقدر يتبدل، يقدر هادي. فيعني كما كنقولوا وافقات، وبدات معاه واحد العلاقه اللي صافي، يعني صافي بدا كيوصلها للمدرسه، غادي معاها، جاي معاها، صافي يعني صافي هي تيقاتو بداك الشيء، كل شيء اللي قال بدا كيعطيها، كيبيع ليها في الاوهام، وهي مسكينه تيقات، بحكم ان كما قلنا السن 14 سنه، فراه باقا صغيره، صافي وبقاو غاديين على هذا الاساس. وفي هذا الاثناء راه كانت باقا هي مكمله القرايه ديالها، وباغا تقرا كما قلنا وتحقق الاحلام ديالها. هنا مباشره من بعد ما خدت الباك بمعدل اللي كان مزيان، قررت انها تكمل القرايه ديالها، وبالضبط داكشي اللي كانت كتمناه اللي هو التمريض. هنا العائله ديالها ملي سمعوا بهذا الخبر وشنو داكشي اللي بغات دير، فرحوا ليها بزاف بهذا القرار ديالها ودعموها فيه. وفي هذا الاثناء التذكير انها راه باقا في العلاقه مع هذا السيد اللي سميتو عادل. المهم كملت القرايه ديالها في هذا المجال ديال التمريض، ومن بعد ما دوزت عامين بالضبط وهي كتقرا، اخيرا خدت الدبلوم ديالها. وهنا مباشره من بعد ما خدت الدبلوم ديالها بقات كتقلب على ستاجات في السبيطارات، باش نهار يعني زعما تبغي تنوي تخدم يكون السي في ديالها عامر، هي خدمت هنا وهي خدمت هنا، وتكون عندها يعني خبره اكثر. وحتى هذا الشيء غادي يعاونها بزاف باش تلقى خدمه يعني بسرعه ومزيانه في بوست اللي هو زوين. ان فاش كتمشي تقدم يعني والسي في ديالك عامر، تيشوفوك خدمتي هنا وهنا وهنا وفي اماكن مزيانه، فراه كتقبل. وهنايا هي في هذا الاثناء اللي كتخدم في الستاجات وكتقلب على الخدمه وداك الشيء، السيد اللي معاه اللي هو عادل ماشي حتى هو قلب على خدمه باش زعما كيما قال لها نتبدل كذا وهذه، لا، السيد باقي غادي في الطغيان ديالو، سرق عمو، دوز الحبس فيه عامين، وهي مسكينه راه
مازال خدامه وكتسناه زعما يخرج، وهذه ما عرف شنو واش كان واكل ليها راسها ولا شنو. من بعد ما خرج من عامين بقى غادي يعني معاها مستمر في العلاقه، وتا هي غاده خدامه هنا وخدامه هنا وما كتشوفش، ما عرف واش كان عينيها مغطين، ما كتشوف داكشي اللي كان كيدير. حتى النهار وصل انه ضرب الجده ديالو وسرق وشفر وتم تحكم عليه لمده ديال 5 سنين. هنا بحال اللي ضربتي هاد عزيزه بالتصرفيقه، بحال يلاه توقضات، يلاه شافت هاد السيد اللي كانت معاه كيفاش داير، يلاه يعني ردت البال. فهنا قررت انها تكمل المستقبل ديالها وما تدورش به دوره نهائيه. هو هنا واخا يعني يدخل الحبس لمده كانت طويله ديال 5 سنين، فعند بالو مني انه ملي غيخرج غيلقى عزيزه مازال كتسناه، يعني راه مازال مع هاد عزيزه. هنا هي منين كبرات كما قلنا ونضجات شويه بدات كتعرف تفرق ما بين الزوين والخايب، فقررت انها تنهي عليها هذه العلاقه بصفه نهائيه. صافي خلاته هو دخل الحبس ينوي في راسو داكشي اللي نوى، هي غادا يعني مكمله في الطريق ديالها. داكشي اللي كان السيد راه مشدود في الحبس، هي بدات كتخدم هنا وخدم هنا وخدم هنا حتى جاب ليها الله واحد الخدمه زوينه في واحد البوست اللي هو زوين في واحد المستشفى اللي معروف في الدار البيضاء. يعني هذا المستشفى كان مختص بالتجميل الناس اللي كيجيو له من خارج يعني وداخل الوطن. فهنا لقات فيه واحد الخدمه اللي شدت به بيديها ورجليها. هنايا عزيزه منين بدات هاد الخدمه هادي بانوا عليها فلوسها، لان كان الصالير ديالها مزيان، ولات كتصرف على والديها، ولات كتلبس لباس زوين، يعني حتى الحي ديالها بدا كيشوفها انها كما كنقولوا ترقعات شويه. هنا بدات كتمشي للخدمه كل صباح تجي، هذا هو الروتين ديالها. شويه منين شافت بان كتلقى مشاكل في الترونسبور في هذه وخافت لا تضيع هاد الخدمه ديالها، بدات كتجمع حتى قررت انها تشري واحد الطوموبيل على قدها اللي تبقى غادا بها جايه للخدمه وما تبقاش تعذب، لان كما قلنا كان الصالير ديالها زوين. من بعد الطوموبيل حتى بدات كتاخذ هي بدات كتاخذ حويجات، يعني كما كنقولوا خيرها بان عليها. صافي ونسات العلاقه ديالها مع عادل، غادا خدامه في حياتها كلشي هو هذاك، تصرف على عائلتها حتى عائلتها يعني في الحي بانوا بانهم ترقاو، يعني الامور كانت غادا كما تنقولوا طيبه. حتى لسنه 2021 اللي غادي يخرج فيها هاد عادل من السجن وغتقلب حياتها رأسا على عقب. داك النعيم اللي كانت عايشه فيه وراحه البال والسكون كما تنقولوا من خدمتها للدار وعايشه ترونكيل كله غادي يتقلب. حيت هنا عادل ملي غادي يخرج من الحبس خارج على اساس انه راه دوز واحد المده وغادي يخرج، صافي غادي يلقاها كتسناه، لان كما قلنا المده ديال 5 سنين خداها لانه ضرب جداته وتحكم يعني بداك لانه كما كتعرفوا دخل في القضايا ديال ذوي الاصول والشفر وبزاف ديال الحوايج، فما كانتش مده قليله. منين خرج قال بان غيلقاها كتسناه، صافي هي هذيك. هنايا منين كيوصل للحي اول حاجه دار بدا كيسول عليها، ما بانتلوش بدا كيسول عليها عزيزه فين هي. هنا اصحاب الخير تا هما الله يهديهم قالوا ليه اشنو من نهار تشد حتى لنهار خرج دابا، يعني خواوليه مزيوده مطقطق السلام عليكم، راها ولات شويه لاباس عليها ترقعات، ولات عندها طوموبيل كدير الذهب حوايجها كذا. هذه خدمت في مستشفى اللي هو زوين اللي يعني معروف عندنا هنايا في كازا، يعني كلشي عطاوه التفاصيل من طقطق السلام عليكم. هنا السيد سمع عزيزه ولات عندها الطوموبيل عندها الذهب خدمه مزيانه، صافي زاد طمع انه هاد العلاقه ديالهم ما تبقاش غير علاقه عاديه، انه يطورها زعما تولي شي حاجه خاصه يتزوج كذا. صافي السيد صافي زعما بحال اللي راه كان في اوروبا ورجع وجايب معاه المصروف وجايب معاه هادي ولا غادي يحل دار وغادي يحل المستقبل. هادشي اللي قال ليه راسو. بدا كيصوني ليها والو ما كتجاوبوش، قال يمكن واقيلا مع الخدمه مع هادي مع هنا حتى انا فاش ما كانش كتصوني عليه زعما فاش كان في الحبس ولا هادي تيقول راه مشغوله، راه فهمتي هو الفكر ديالو بان هذيك راه ديالو راه كتسنى راه عندها غير مشغوله الا ما جاوباتوش ولا هادي. بدا كيصوني لها والو ما جاوباتوش، هي غير سمعته خرج من الحبس فبدلات كاع الطريقه اللي كدوز منها باش تتفادى انها ما تلاقاش معاه. هو بقى عساس عليها جالس في القهوه حتى واحد النهار هو كما كنقولوا شدها قيطي خارجه، شدها هضر معاها السلام عليكم لاباس عليك بخير زعما مبروك الخدمه هادي بارك ليها الصواب. هنا شويه هنا قال لها راني زعما هادشي اللي دوزت ماشي قليل وكذا، ومن هنا راني بغيت زعما نجي نتزوج بك وكذا. وهذه هنا سمعت الزواج هذه وهي تقول حبس انا اصلا ما تنفكرش في الزواج والعلاقه ديالنا سالات شحال هذه، انا دابا راني خدامه خدمتي صافي الله يعاون كل واحد يشد طريقه. يعني جاتو نيشان ما تلوث عليه لا من هنا لا من هنا، قالت له ولد الناس صافي شوف راسك صافي الله يعاون الله يسلم.
ركبت في طونوبيلتها وزادت مشات لخدمتها. هو هنا قال ياك ما واقيلا حيت طولت معها في العلاقه بزاف وبقيت غادي جاي معها، ياك ما يعني شافني انني ماشي معقول، ياك ما شافني انني ما جيتش لدارهم، يعني هذا هو السبب اللي رجحوه هو في راسو. هنا يا عزيزه مشات خدمات، منين رجعات عيطت لوالدي، هضرت معاهم قالت لهم راه شنو قال لي عادل، راه شدني في الزنقه وها شنو انا راه ما بغيتش، حتى هما اصلا رفضوا الفكره. هو بقى مصمم على راسو في الفكره، قال لا غادي نمشي لدارهم غنهضر معاهم. داكشي دار، مشى لدارهم هضر مع والديهم. هنايا والديها حتى هما رفضوا، ما قبلوش الفكره نهائيا، لان كتعرف شي اسره ملتزمه متماسكه يعني عايشه حياه مزيانه، هذه ما غاديش تقبل بشاب بحال هكاك اللي داخل خارج الحباسات حتى شي نهار، يعني الا دخل الا خرج كما تنقولوا سيمانه يدخل شهر، ولا خرج شهر يدخل، يعني ما تيطولش في الحومه ديالو بزاف. فهنا هما ما قبلوهش نهائيا، قالوا لا سمح لينا بنتنا راه خدامه على راسها وما بغاش الزواج. داكشي اللي المعلومات اللي وصلت لهم عاودوا هما اكدوهم ليه. هنا والو، هو ما بغاش تخلو في راسو بان هذيك السيده ماشي ديالو، لان المده اللي دوزو مده كما تقال ديال 15 سنه ولا ما عرفوا هما في ديك العلاقه ديالهم، فهو صافي هذه ديالو، حتى شي واحد ما غادي يديها. وقال لك ما غير مع الخدمه، ياك ما غير مع ستريس، ياك ما غير مع هذه، صافي بقات الامور غاديه هكاك. وهو كذلك ما توقفش على داك الاعمال اللي كيديرها، هو تيسرق امه، هو تيسرق باه، يعني وفي الحي ديالو حتى انه باش تعرفوا عنده واحد الشخصيه ضعيفه، ما تيمشيش يتجرأ يسرق البراني اللي بعيد ولا لا، هو غير حومته امه باه خوالو عمامو، لانهم صافي حتى عياو به ما عندهم ما يديروا. السيد بحال هكاك ما بغاش يرجع للصواب ديالو، صافي بقى مخليها تابعها مرضها تاني في حياتها، التليفونات ما كتجاوبوش والو، هي كذلك مخليها على هوا. صافي بدات كتسيسو من هنا وهي اللي في راسها هي راه خدامه في خدمتها، كتمشي من الخدمه للدار يعني ترونكيل، واخا يوقف يتعرض ليها ما كتوقف ليش. هذه هو كما قلنا ما بغاش يحيدها من بالو، حتى لواحد النهار كيسمع بانه راه غيجي شي عائله غادي تخطب عزيزه وهي راها موافقه وراهم كيوجدوا وكذا وهذه. هو قال له بالو لا واقيلا غير هضره وكلام، ولكن تتاكد من شاف بين عينه بان العائله داخله للدار وكذا. ومنين خرجوا سمع بانهم صافي يركبوا الخواتم وغيحددوا النهار ديال الزواج، وان هذا السيد اللي جاي يتزوج بها واحد السيد منضبط يعني ميسور الحال. فهي هنا هاد عزيزه قبلات، يعني ما قالتش لا ولا هذه، بما انها كتشوف غتعيش حياه زوينه، هي بخدمتها السيد بخدمته، غيتعاونوا يعني شي حاجه اللي مزيانه على غرار عادل اللي غير السكره والتعربيطه والبليه هي اللي كتخلي انه باش يشفر، لانه كيحتاج الفلوس باش يشري داكشي، فضروري خصو يشفر عند والديه كما قلنا من عند اي واحد. فهنا هو ما تقبلش الامر بتاتا، ما دخلت ليش راسو نهائيا كيفاش عزيزه غادي تحيد ليه من يديه. واللي زاد عصبو بزاف هو انه شاف منين مشى لدارهم وخطبها من عند والديها وهضر معها هي يعني شخصيا ورفضاتو، وهاد السيد جا ودغيا وافقات وركبوا الخواتم. هنا حس بانه بحال اللي هذيك المده اللي كانوا معارفين ملي كانت عندها 14 عام لحد الان، انه بحال اللي قلباتو، بحال اللي ضيعاتو في حياته، بحال اللي يعني كما كنقولوا تفلت عليه. فهنا بدات عنده واحد الافكار انه خصو ينتقم منها. علاش هاد المده كامله وهي معاه؟ في الاخر خلاتو جا واحد يعني وبغاتو، على اساس انه هو راه واخا كان كيدخل للحبس وداكشي كما كنا وكيخرج وهذه، على اساس راه هي باقا معاه في علاقه، بينما هي راه خوات بالها منين تشد اخر شده ديال 5 سنين، خوات بالها هي كاع منه نهائيا، وفهمات ونضجات وعرفات هادشي كله ما منوش، فغيرت حياتها. هو عند بالو راه كانت باقا معاه ودابا بحال اللي تنزات عليه، فهو ما تقبلش هذا الامر نهائيا، وبقى هنا تيفكر في الانتقام، خصو ينتقم منا، ضيعت ليه حياته خصو ينتقم منا. اشنو دار؟ نهار 26/2021 قرر بانه انتقم منا، مشى جلس في القهوه قدام الكلينيك اللي خدامه فيه، وبقى حاضيها كيتسناها هنا تخرج. ملي ما خرجتش طلع نيشان، بدا كيسول عليها عزيزه. هنا جاوبته السيده قالت له راه خدامه مشغوله هذه، صافي فخلى حتى دارت الغفله بحال هكا ويطلع للطابق الثاني. صدفه تلاقى معاها هابطه من الدروج، هنا غير تلاقاه معاها هابطه من الدروج، شدها من شعرها بدا كيجر فيها، يلا خرجي معايا. هي كتغوت ربي اللي خلقها كذا، هذه ما عرف شنو كان باغي يدير، باغي يخرجها من المستشفى، يخرج على برا، علم الله شنو كان في بالو ديك الساعه. بقى منك الغوات هي كتحاول انها تقاوم، حتى سمعهم واحد الطبيب كان خدام تما بالناش، لحسن الحظ جا كما تنقولوا في الوقيته المناسبه، فرقهم، صافي حيدها منه، عيط على السيكوريتي جرى عليه، خرجوا. هادشي كامل كان متق بالكاميرا ديال الكلينيك.
صافي هنايا تفرقات الدنيا لان الناس تجمعوا بالغوات وداكشي، فكل يعني مشى لخدمتو حتى هي مشات لخدمتها. فاش وصلت الوقيته ديال الخروج ديالها كانت خايفه بزاف لا يمشي يتعرض ليها، ولكن هو في هذا الاثناء صافي ما بقاش في ديك البلاصه لان صافي يعني ناض غوات ناض صداع. ركبات طوموبيلتها ورجعت لدارهم، عاودت لوالديها شنو وقع خصوصا ما شنو دار ليا وشنو جا وشنو فعل. هنايا ما مشاوش البوليس يقدموا شي شكوى او بلاغ ولا هذه. هنا امها حتى هي الله يهديها دارت واحد الخطا، قالت لها صافي ما عنده ما يدير كاع يجري طوالو، ما صافي ها هو غوتها وهادي راه غادي يدير واحد شويه وغادي ينسى. وحتى هي هنا ما عرفتش واش قالتها للخطيب ديالها ولا لا، ولا كانت عالمه بهاد العلاقه مسبقه. المهم في هاد القضيه هادي ما تجبدتش بان الخطيب ديالها عنده خبار ولا علم بهذا الشيء كامل. صافي بقاو داك النهار هو هذا كما قلنا ما مشات لا ديكلارات لا والو. صافي جمعوا طوا وسكتوا نعسوا لغد ليه الصباح اللي هو نهار 27 2021 اللي هنا وقعت فيه الكارثه الكبرى. ما كانتش عواله عزيزه على شنو غيطرى هذا اليوم. صافي ناضت فطرات كلات كأن شيئا لم يقع البارح. ما طرت يعني ما مشاتش قالت نمشي نديكلاري ولا نحمي راسي، لا خلات داكشي هو هذاك. خرجت من دارهم ركبت الطوموبيله ديالها صافي وقصدت المكان فين كتخدم. هو هنا عادل فايق قبل منها مبكر وجالس في القهوه كيتسنى تا شافها خرجات ومشات لخدمتها. دارتها هو ما حالي دارتها هو بحال اللي ما فراسو حتى شي حاجه. صافي مشى جلس في القهوه عاوتاني نفس القهوه اللي مقابله للكلينيك فين خدامه هي. صافي وجلس مع راساتو كيتسناها دابا تخرج والو. شويه بدا كيعيط ليها تيعيط ليها والو. هي ما بغاتش تجاوبو النوبه الاولى. في الاخر منين صدعها وهي خدامه قررت انها تجاوبو. منين جاوباتو شنو بغيتي ياك لاباس قال لها شوفي خرجي نهضر معاك. قالت له لا هذه. قال لها غتخرجي ولا غادي ندخل انا ندير لك الشوها هنا بحال اللي خافت هي ولا شي حاجه. خرجت باش تهضر يعني زعما على اساس انها تفض هذا المشكل هذا. المهم بقاو تيهضروا مني منك من هنا تيتغاوتوا. كانت حداهم واحد الجرده تما حدا الكلينيك فين خدامه وداك الشيء. صافي بقاو تيهضروا جرهم رجليهم حتى لتما. شويه هذاك النقاش ديالهم ولا حاد تعالت الاصوات حتى واحد تما واحد السيد حارس تما اللي اكد يعني اللي كان هو من الشهود ديال هذه القضيه هذه. اكد بانه تيسمع بحال شي ضربه ديال التليفون. الدور اللي كيدور كيلقى هذا السيد عادل كيوجه عده طعنات العزيزه خصوصا في الرقبه ديالها. كان هو الوحيد تما كاين حدا ديك الجرده فقرر انه يتدخل. داكشي اللي طرا مشى تدخل شدو حيت هاد عادل من نفذ هاد الخطه ديالو قالك باغي يهرب. جاب الله هاد السيد كان شدو عيطوا لرجال الشرطه اسعاف. تجمعت الجوقه تجمعت الدنيا صافي وبقى شادو حتى جات الشرطه وجات سياره الاسعاف على وجه السرعه باش نقلات عزيزه. رغم ان كان حداهم كما كيتقال واحد المستشفى فهو ما داوهاش ليه داوها لواحد كلينيك واحد اخر. عزيزه تنقلات لذاك الكلينيك على وجه السرعه. عادل تم القاء القبض عليه لان لولا داك العساس كان غادي يهرب الله اعلم فين غيمشي وما غاديش يلقاوه ديك الساعه وخصهم عادي يقلبوا. ولكن تدخل هذا يعني الشجاع ديال هذا كما كنقولوا هذا العساس اللي كان تما حدا الجرده فهو اللي خلى الامر يعني داك الشيء تجمع كما كنقولوا بسهوله. سياره الاسعاف جات البوليس لقاوه صافي خداو عادل داو باش يتم التحقيق معاه. هنا الامر اللي كان محير بزاف اللي زاد الطين بلة على هذه القضيه هذه هي ان مسكينه عزيزه توفات لان كما كنقولوا في حاله حرجه. وزيد عليها انهم الام اكدت بان تمت سرقه الابنه ديالها واخا هي يعني متوفيه ومشات للسبيطار فكانت دايره شي ذهب شي قرميط شي. هذا الشيء اللي كان اكدوا نيت هذا العساس هذا اللي قال بالصحراء فاش تهزات راه كانت دايره الذهب ديالها وداك الشيء. مشاو يعني في المستودع الاموات وداك الشيء لقاو السيده مسكينه ما عندها لا ذهب لا حتى شي حاجه. الام ديالها كتاكد بان ما استلمت حتى شي حاجه من غير واحد الطاقيه اللي كانت دايره الخدمه. حيت عزيزه فاش صدعها عادي بقوه الصونيط خرجي والتهديدات وداك الشيء خرجت ملابس الخدمه بالطاقيه والطابليه على اساس انها غتهضر تفضل الموضوع وتمشي. ما نواتش بانهم غيزيدوا واحد شويه وغيطرا هاد المشاكل كاملين. فقال لك الام انها استلمت غير هاد الشيء فقط ما لا ذهب ديالها لا حتى شي حاجه. يعني كتشوف السيده ميته وكانت في حاله حرجه علم الله فين تسرقات. واش في الاسعاف واش في سياره الاسعاف واش في السبيطار. يعني الانسان ميت وما كيتقاوش فيه يعني وجه الله الحرمه ديال الميت والو ما كايناش. فكتاكد الام يعني ان طرا بحال هذا الشيء واستنفرات هذا الشيء حتى ان الخال ديالها اللي شفناه من نهار يعني طرات هذه القضيه هذه وهو هاز الملفات في المحكمه كيغوت كيندد كيطلب يعني بالسلطات تدخل على اقصى وجه خصوصا ان
اللي استغرب فيه ان كما قلنا مصحة على قدها ومعروفة في كازا، ما درت حتى شي بلاغ منين جا هاد السيد النوبة الاولى وهجم عليهم. يعني الا جاك غير شي سيد عادي ودار لك البلبله وهادي راه كتعيط للبوليس وكذا. انت دخل عليك السيد وباغي يخرج وحده من يعني الناس اللي خدامين عندك، وما مشيتي لا بلغتي لا قدمتي لا بلاغ لا والو، سديتي فمك وسكتي. شنو هو السبب؟ الله اعلم. يعني كون كان تقدم، يعني هما الاعمار بيد الله، ولكن يعني الاسباب تختلف، ولكن لو كان تقدم يعني بلاغ قبل كانوا يقدروا يشدوه، يديروا معاه، يطبقوا معاه القانون. تعديتي على السيده وداخل يعني مستشفى وكذا وهذه، ولكن ما تقدمش البلاغ، فالامور يعني كما كنقولوا هي اللي وصلت لهذا الشيء كامل. فهنا الخال ديالها لحد الان باقي كيطالب بانصاف الضحيه، لان يعني دازت عامين مور القضيه سنه 2024 ومازال ما تحكم هذا عادل. علاش؟ حيت يقولك خصهم حكا يفتحوا تحقيق يشوفوا شكون اللي فينا هما هاد الذهب ديالها السرقه كذا هادي. فالواقعه وقعت في 2021 وحتى لسنه 2024 كانوا مستمر للجلسات، اطلاع هباط حكا نشوفوا شكون سرق، نشوفوا شنو هادي. يعني ما كان حتى شي حكم نهائيا. ولدابا سنه 2026 فاش كنعاود هاد القصه هادي دخلت قلبت على الحكم، واش تصدر شي حكم، واش كاين شي جديد في هاد القضيه. فقط كنلقى الخال مازال تيهضر، كنلقى يعني ما كاين حتى شي جديد على هاد القضيه هادي نهائيا، لا حكم تسمع لا حتى شي حاجه. صراحه ما لقيتش الحكم النهائي اللي غيتصدر في حق هاد السيد عادل، واخا هو راه تيكون باين، لان كما تنقولوا القتل العام مع سبق اصرار الترصد. يعني كما كنقولوا ايضا حتى انه كان كيهددها تابعها. يعني كل شيء الجريمه راها باينه، غالبا كتكون فيها يا اما المؤبد يا اما الاعدام. والعائله ديالها اللي شفت من خلال يعني كما تنقولوا الحوارات الصحفيه اللي داروا انهم كيطالبوا الاعدام لهذا السيد هذا، لانه ماشي انسان كما نقولوا لاك دار الجريمه بدافع يعني الغيره ولا بدافع انه نقولوا الانتقام. ولا هذا السيد اصلا الملف ديالو عامر اجرام، كل مره داخل خارج. كما اكد على لسان الخال ديالها بانه راه تشد 5 سنين في عامين في بزاف ديال الحوايج، وكان كيستعمل واحد الطرق اللي هما في شكل باش يعني يطيح يعني الضحايا ديالو اللي كيسرقهم. بزاف كان كيخدلهم تيسرقهم، الضرب الجرح. ماشي يعني انسان اللي غنقولوا يقدر نقولوا حكا لحظه غضب الله. هذا الانسان اصلا هو من الصغر كما قلنا وشفنا من بدايه القضيه ديالنا بان واحد الانسان اللي مجرم يعني بالفطره كما تنقولوا من الصغر، هو شفار كذا هادي، ما خلى عائلته ما خلى. فهنا صراحه هذه القضيه هذه محيره فيها بزاف ديال الاسئله. علاش ديك المصحه ما قدمتش بلاغ من النوبه الاولى؟ لان من السلامه ديالها خصها تقدم بلاغ. حتى اننا كنشوفوا الخطا اللي داروا هذه العائله اللي ما قدموش التبليغ، لو كان تفادوا بزاف ديال الحاجات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وهنا غتكون القضيه ديالنا سالات. فكنتمنى حتى نتوما منكم تخليو لي الاراء ديالكم في خانه التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد، واللي مشترك فكنبغي نقول له شكرا، والى قضيه اخرى ان شاء الله.